أنا مولود 69 المطر 69 مولود هنا في البيت ده 4 فرج حميدة مولود فرج اللي هو فيه المحل. وأنا في أولى ابتدائي والدي توفى. فأنا اللي كنت بقولها والدتي. قليل قوي كان حد يعمل لها أكل. كان كل الأكل يولع الباجور بابور الجاز ده كده وأطبخ. تقول لي حطي سمنة دي كده، حطي رز دي كده، حطي اللحمة إزاي على قدنا ربع كيلو لحمة بتاعك. ورحت اشتغلت في مطعم اسمه الألف بيك في وسط البلد. اتعلمت فيه الطبيخ بقى، كان برضه نظام البواجير اللي هي السولر. وطلعت بقى واحده واحده، رحت السعوديه وبعد كده رحت ليبيا وبعد كده رحت السعوديه تاني. وبعد كده اخر ما زهقت بقى رحت عامل باترينا هنا على رصيف. قلت ابدا نفس المنطقه والرزق بتاع ربنا. فتحت الباترينا دي بعمل كيلو كفته 2 كيلو كفته فرخه اجيبها اقطعها واخليها وطف فلفل وشيش. بعد كده جبت الكباب، بعد كده دخلت النيفه، بعد كده دخلت الستيك. واحده واحده كده بدات ان انا ايه يعني اكبر واحده واحده. كل مثلا الزبون ما بيدوق حاجه بتعجبه بيجي لك يجيب واحد تاني، الزبون يجيب 10 يجيب 2، تطلع العمليه تيجي معايا كده. احنا بدانا الغنم في المزرعه بكميه قليله، فالكميه ما بقتش تكفي معانا هنا ان انا اكفي المحل او ضغط المحل او استهلاك المحل. فرحت مطروح، اتعرفت على ناس في مطروح وشفت برك مطروح اللي هو بيقف فيها البركه اللي بيقف فيها الخروف. المناخ يعني الخروف لو واقف في مناخ نظيف وتحت منه نظيف واكله نظيف يديك البركه اللي هو شمها. يعني حتى التنفس اللي هو بتنفسه هناك يديهولك في النار في السوى. حتى في تقطيع اللحمه بالساطور تحس انها مش كسره، يعني بتمشي معاك في السكينه تتقطع. الملوخيه عندنا عامله زي الماء على الترابيزه. يعني الزبون عايز الملوخيه بيجي الحمد لله بيجي عليها من فضل ربنا برضو ان احنا بنخدمها. شغل ستات بيوت هم اللي بيعملوها بايديهم. السمنه بتخش في كل حاجه. السمنه الفرن النهارده يعني ايه بندخلها في الرز، بندخلها في الطواجن، بندخلها في الملوخيه، في كل الخضار معانا زي الملح. فهي داخله معانا في كل حاجه. لو اقول لك احسن من البلدي مش هتصدق. بدل ما تحط 4 معالق من السمنه العاديه، لا حط معلقتين من الزرت وتاخد المزاج وتاخد الريحه وتاخد النفس وتاخد الحاجه الحلوه. الزبون بيحب ياكل الحاجه النظيفه، الحاجه الكويسه. هيجي لك في اي حته في الحاجه كويسه. الاكل البيتي، الاكل اللي هو الحلو بتكلفه وتديله خامات نظيفه. يعني بحب برضه ابص على شغل في ايدي، ورايا شغل مثلا اقف في المطبخ ابص برضه اعمل حله رز مثلا، اسوي نيفه، اسوي موز، طواجن اخش اعملها برضه. انا اخترت الصف، يعني كنت انا واقف لوحدي في البدايه على الباترينا زي ما انا قلت لك كده. فجبت حد اشتغل معايا، واحد بعد كده 2 بعد كده بقى 3. ابتدت هي تيجي ايه عند ربنا لوحدها كده ترتب لوحدها. ابتدوا يكبروا معايا واحده واحده. بالتالي من هم ابتدوا يفهموا الشغل، ابتدوا هم يبقوا رجالتي واخواتي، ندخل مع بعض ونكبر مع بعض. يعني المنافسه كبيره، بس انا برضه ما بحطش في دماغي حاجه. انا مسلمها مثلا ايه، ناس كتير بتنافسنا رغم ان احنا في حواري وبتاع، انا مش في شارع عمومي، بس برضه يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا ابقى احسن، ابقى مميز.